مرحبا بكم في قناة لمين تيوب. فضلا وليس أمرا خلي اشتراك للقناة وإعجاب للفيديو. هاي اللي قايمه بهم، يعني كي بعد ما دردشنا معاهم شويه عرفنا باللي الطفله هذه في عمرها 17 سنه درك. هذه المواطنة اللي راهي أمامكم راكم تشوفوا فيها مع هاد الشباب، هي في عمرها 17 سنة ومتزوجة مرتان ومطلقة، يعني في هذا السن الله أعلم الخفايا منها وراء هذا الطلاق. نخلوكم تسمعوا واش قالوا واش عقبت عليها هذه المواطنة اللي راح نشوفوها، وخلوكم مع هذا الفيديو وشكرا بارك الله فيك. الحاجه اللي تحبس الراس يا زكي خويا، هذه كان في عمرها 14 سنه، متزوجه زوج خطرات. تزوجت وطلقت وتزوجت وهي اللي هي اللي قايمه على الايتام هذه، هي اللي قايمه على الايتام هذه. هذه القصه وين؟ في افغانستان، في الباكستان، عند الطالبان، ولا عند الهنود؟ وين؟ في الجزائر. طفله لم تبلغ 17 سنه تزوجت مرتين. تصور، مرتين متزوجه عرفي، هاي باينه بلا قاضي. وشكون يمدها؟ راحت وحدها، مدها باباها ولا عمها ولا خالها، المهم بدوها الرجال. اسمعوا عليه بيتهناو منها لقمه زايده، كل خلاوها برك تمسح وتغسل وتاكل خاوتها. عليه حطموها كيما هك باسم وش من شعار الفقر، المذله، الاهمال تاع الاب، عدم مراعاة نفسية الطفلة. وش الحاجة اللي خلته زوج؟ عندنا فقراء ما عملوهاش، عندنا محتاجين ومعوزين وما داروهاش. الفقر مش عيب، هذا كي نطيحه ونكسره هو العار لكل أب مهمل وليداته. وش راح نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل.